احسن اب. والله العظيم الا هاد الصيف الا تهرست والله ما عرفها شي واحد، لا نتوما لا ماماكم. علاش؟ باش نوفر لكم مكتوبه وعارف حجم المصاريف اللي كاينه مع الدخول للمدرسه. هادشي بلا ما نحتاج نبقاو كل ساعه نكرروا. اذا نتوما عليكم القرايه وتعطيونا نتيجه، حنا اللي نكونوا فرحانين. الساعه اللي غتقراو وتجتهدوا غتكونوا فرحانين، وما كنطلبوش منكم شي حاجه، لا بدون مقابل، ان الله هو سبحانه وتعالى هو الرزاق. اذا لازم عليكم تجتهدوا، لازم عليكم تقراو، نكونوا متفاهمين. خصكم تقراو وتنجحوا وتكونوا مرضيين. وحاجه واحده اخرى كنوصيكم عليها، الصلاه ضروريه. الله سبحانه تيقول ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. يعني لازم تقرا وتصلي وتعبد اللي خلقك. اذا كنتي مرضي مع اللي خلقك ومرضي مع والديك ما تصدقيش حاجه في الدنيا. عينك الاولى فيها باباك وعينك الثانيه فيها ماماك، مفهوم؟ يعني تشاور معاه وتحاور معاه وتسولو وتستشر معاه. يعني الوالدين ديالك هما اهم ناس يبنيو لك الخير في الكون كامل، في الكره الارضيه. سبحانه وتعالى رحيم بالعباد ديالو، يعني ارحم منا عليكم انتم. اذا دائما تنوض الصباح تذكر اللي خلق، دائما تقول سبحان الله والله اكبر ولا اله الا الله والحمد لله، دائما كل صباح. الشيء اللي كيبعث على السرور والفرحه للذات ديالك ويدوز لك النهار مزيان. بذكر الله تطمئن القلوب. يقال واحد المثال ان لباسك يرفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. يعني الانسان خصو يكون مربي ومتعلم ومتخلق. اهم حاجه الاخلاق. كاين بعض العباد اللي هما الناس اللي يدخلوا الجنه غير من الاخلاق ديالهم، ماشي من الصدقات ومن الاموال اللي دفعوه ومن الصلاه ومن العباد، من الاخلاق ديالهم. الله سبحانه وتعالى عزيز عليه اللي متخلق، ماشي اللي كيخاف، لا، اللي متخلق من الاداب وكيساعد الناس. ديروا بهذا الشيء هذا، وانا راه معكم دائما تنصحكم على قدر الامكان والاستطاعه. هذا ما كان. نتمنى من الله النجاح لكم ولوليدات الجامع ان شاء الله باذن الله.